مساء الخير عليكم. في فيديو النهارده هنتكلم عن الفنانة عبلة كامل، وهنكشف ليكم عن سبب اعتزالها الفن وجواز بناتها من أجانب وحقيقة مرضها بمرض السرطان. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. كشف الفنان أحمد كمال أسباب اعتزال زوجته السابقة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، وقال كمال في حواره ببرنامج الستات اللي بتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة على قناة النهار، قال إن الفنان من الممكن إنه يعتزل الفن بسبب اكتفائه باللي قدمه أو اعتراضه على أوضاع الوسط نفسه أو حاجات تانية كتير. وقال بالنسبة لعبلة إن الحياة دلوقتي والإيقاع المجهد بقى غير مناسب ليها، وممكن بعد شوية لما تلاقي نفسها متحمسة إن هي ترجع تاني تشتغل. وقال كمان إن بناته من الفنانة عبلة كامل متجوزين من أجانب، وقال إن ده تم من غير حفل زفاف، وأنا وعبلة ما اتدخلناش في جواز البنات، هما اللي اختاروا. زينب اتجوزت من شخص انجليزي وفاطمة اتجوزت من شخص بولندي. وقال الفنان احمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل: انا بقيت جد البنت وولد، وبناتي الاتنين متجوزين من اجانب، وده كان اختيارهم. بنتي زينب الكبيرة متجوزة من انجليزي وفاطمة متجوزة من بولندي. وقال جواز بناتي تم من غير شبكة ولا مهر ولا قايمة منقولات، والفرح كان قعدة عائلية عبارة عن شوية رز وسمك، وعبلة كامل هي اللي أشرفت على الأكل. وأزواج بناتي كويسين جدا وبتكلم معاهم وهم أصحابي وأذكياء ودماغهم كويس وحياتهم بسيطة وشخصيات لذيذة. وقال الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل إن السبب وراء اعتزال الفنانة عبلة كامل التمثيل هو إن الحياة الفنية بإيقاعها المجهد دلوقتي ما بقاش يناسبها. وقال في لقائه ببرنامج الستات اللي بتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة بقناة النهار إن الفنانة عبلة كامل ممكن ترجع للتمثيل مرة تانية لما تلاقي الأجواء الفنية مناسبة. وكانت انتشرت إشاعات من إحدى الصحف واللي ادعت إن الفنانة عبلة كامل أصيبت بالسرطان وفي مراحله الأخيرة. خرج الفنان أحمد كمال طليق عبلة كامل ونفى الكلام ده اللي تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان. وكتب كمال على حسابه على الفيسبوك وقال الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفني علشان يوصل لك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.